يا عم رضا، أي ريح قذرة أتت بك إلى هنا؟ نفسي حد يجاوبني على السؤال ده. أي ريح قذرة أتت بك في الوسط الرياضي المصري؟ مين يا جماعة اللي فتح البلاعة وطلع علينا الريحة القذرة دي، اللي طلع من خلالها رضا عبد العال علشان يتحفنا بكمية الهجايص اللي بيقولها كل يوم على الفضائيات، والمفروض إن هو لاعب كبير مثل أندية كبيرة زي الأهلي والزمالك، لكن إحنا بنشوف كل يوم كمية هجص بيتقال على الشاشات غير طبيعية، كل هدفها الترند والشو. واحد مش عاجبه أي حد خالص، واحد ولا عاجبه لعيبه الاهلي ولا عاجبه لعيبه الزمالك ولا عاجبه المنتخب المصري ولا عاجبه المديرين الفنيين في المنتخب المصري، طالعين يجيبوه في اعلان المفروض انه هو اعلان دعم للمنتخب المصري، والاعلان مستفز جدا وبايخ جدا ومستفز لكل مشاعر جماهير الكره المصريه. طالعين يستهزئوا من المنتخب المصري ومن مباريات المنتخب المصري، وان لعب الكوتشينه وان لعب رضا عبد العال الكوتشينه مع اصحابه اهم من مشاهده مباريات المنتخب المصري. وفي اخر الاعلام طالعين بيقولوا هاتوا لنا الكاس يرجع لنا الحماس. هو حضرتك ايه الدعم المشروط ده؟ يعني هم لو ما جابوش الكاس حضرتك مش هتشجع المنتخب المصري تاني؟ الدعم يا حبيبي عمره ما يكون دعم الجمهور للانديه او دعم الجمهور للمنتخبات، عمره ما يكون دعم مشروط يا حبيبي. مفيش حاجه اسمها دعم مشروط. احنا بنشجع وبندعم علشان ده منتخب مصر، بنشجع وبندعم علشان ده النادي اللي احنا بنحبه. النادي ده كسب او المنتخب ده كسب او المنتخب ده خسر ما بيفرقش معانا، كل اللي بيفرق معانا ان احنا بندعم النادي اللي بنحبه وبندعم المنتخب اللي بنحبه. لكن هاتوا لنا الكاس عشان يرجع لنا الحماس. طب افرض ما جابوش الكاس، هتعملوا ايه؟ مش هتشجعوا منتخب مصر تاني؟ ايه يا جماعه الكلام اللي بيتقال ده؟ ايه كميه التقليل من المنتخب المصري ده؟ ايه كميه التقليل؟ فاضل اسبوع على البطوله وطالع تقلل لي من المنتخب المصري، وطالع تقلل لي من ماتشات المنتخب المصري، وان هم لو ما جابوش الكاس مش هتشجعوهم تاني. ايه ده يا جماعه؟ ده هو ده كده دعم المنتخب؟ ده كده دعم اللاعبين؟ انتوا كده بتطالبوا ان الناس تدعم المنتخب وتدعم اللاعبين بالطريقه المستفزه دي؟ ده انتوا اول ناس ضد دعم المنتخب وضد دعم اللاعبين، وبعدين لما تيجي تعمل اعلان لدعم المنتخب المصري تجيب رضا عبد العال. ايه هو تاريخ رضا عبد العال مع منتخب مصر عشان يعمل اعلان عن منتخب مصر؟ رضا عبد العال يا جماعه واحد طالع علينا، معرفش هبط علينا من انهي داهيه، طالع كل اللي بيقوله كلام في الهجايز، طالع كل اللي بيقوله بينظر على كل اللاعبين وبينظر على كل الاجهزه الفنيه. واحد مش عاجبه اي حاجه هيطلع يدعم المنتخب المصري، جايبه في حمله دعم للمنتخب المصري. يا عم ده شتم فيتوريا، شتم كولر، شتم موسيماني، شتم فيريرا اللي كان في الزمالك، شتم اوسوريو، شتم كل المديرين الفنيين اللي سواء بيدربوا منتخبات او بيدربوا انديه، جايبينه علشان يدعم في رساله دعم واعلان دعم للمنتخب المصري. ازاي يا جماعه؟ ويا جماعه يا ريت اللي فتح البلاعه يقفلها، علشان بجد الريحه غرقت المكان. فاللي فتح البلاعه يا ريت يقفلها وكفايه كده. وصدقوني يا جماعه الترند مش هينفعكم بحاجه، الترند مش هينفعكم بحاجه. كل حاجه وليها نهايه، وفي الاول وفي الاخر انتوا هيبقى لكم نهايه. فيا ريت تحترموا الاصول والقواعد، ويا ريت تحترموا الكره المصريه، ويا ريت تحترموا تاريخ الكره المصريه وتقفلوا البلاعه. السلام عليكم.